السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تعملي حاجة حلوة وسريعة وهتطلع معاكي تحفة جدا وكمان مورقة، تعالوا نعمل مع بعض الجلاش الحلو السادة بطريقة سهلة جدا وخفيف، وهيطلع معاكي مورق جدا، وان شاء الله النتيجة هتطلع معاكي هايلة. اكيد كلنا او ناس كتير بيحبوه ومشهور جدا، والاطفال بالذات بيحبوا يجيبوه من المحلات. تعالوا ندخل على الوصفة ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. هنجهز اول حاجة معانا الشربات علشان عايزينه بارد. معايا كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من المية، وهحط عليهم عصير نص ليمونة وهرفعهم على النار. اول ما يغلوا هوطي عليهم، تبقى النار متوسطة كده، واسيبهم يغلوا 5 دقايق، وبعد كده هطفي عليهم واحط عليهم كيس فانيليا واقلبهم واسيبه بقى يبرد مع نفسه. بعد كده معايا نص كيلو من الجلاش ده سايب. الافضل اللي انت تجيبيه السايب، بيبقى حلو جدا احسن من اللي هو بيبقى في اكياس، في الطعم وكمان في الوزن بيديكي نص كيلو بالظبط. بيبقى عامل زي الفطير كده، بيبقى عجينته حلوة قوي بصراحة، انا بحبه احسن من الاكياس. وساعات بتلاقي الاكياس بقى متقطع كده ومهري ومش حلو خالص. تمام، المهم معايا نص كيلو. تقدري طبعا تعملي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تعملي لو بربع كيلو بس. تمام. فردته كده وظبطته على بعضه وجهزته، وهغطيه بفوطة جنبي علشان ما ينشفش. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هشتغل فيها، وهبدأ اللي انا هدهنها بالسمنة كويس من تحت ومن الجناب. معايا سمنة سايحة بالفرشة كده، وهبدأ اللي انا ادهن الصينية. تدهني الصينية علشان ما يلزقش منك، وكمان ياخد معاكي لون حلو من تحت. عايزاكم بقى ما تنسونيش في اللايك، علشان ناس كتير قوي بيشاهدوا الفيديو وما بيعملوش اللايك، وزي ما قلنا قبل كده اللايك بتاعكم بيوصل الفيديو لأكبر عدد، وممكن اي حد يستفاد من اي وصفة انا بنزلها. بعد ما دهنت هبدأ بقى اجيب جلاش. هاخد كل ورقتين مع بعض، يعني احنا هنشتغل على كل ورقتين مش كل ورقة، كل ورقتين كده هحطهم مع بعض. وهبدأ اللي انا اظبطهم كويس في الصينية صغيرة شوية على ورق الجلاش، فمش مشكلة. هنبدأ نتنيها لتحت كده من الجنب اللي هو اللي هيبقى زيادة، وهظبطها كويس. ظبطتها كده، والجنب التاني ده برضو طويل شوية، فهتنيه بالشكل ده علشان الصينية في الاخر تطلع معانا مظبوطة وشكلها حلو. اما احط الطبقتين هبدأ اللي انا ادهنها بالسمنة كويس جدا. لازم تدهني بين الطبقات كويس علشان الجلاش يطلع معاكي مورق وحلو، لان احنا عاملينه جلاش سادة فمفيش حشوة ولا حاجة زي ما بنعمل مثلا الحادق وقلنا بنحط ايه الجلاش كله وبنسقي في الاخر. لا، ده احنا مش هنحط بقى، فهنحط كده بين كل طبقة والتانية سمنة ندهنها كويس. بعد ما دهنت جبت برضو ورقتين مع بعض، وبدأت اللي انا احطهم واظبطهم. والجنب اللي انا بتني فيه مش بتني فيه المرة التانية، بتني قباله في الناحية التانية، يبقى جنب اتنين مرة دي والجنب التاني المرة التانية علشان كله يبقى قد بعضه وسوى واحد. تمام. وهبدأ برضو اللي انا ادهن بالفرشة كده، ومش هسيب حتة الا ما ادهنها كويس بالسمنة. الفرشة بتدهن كويس، وفي نفس الوقت ما تلاقيش السمنة كتير علشان ما يبقاش تقيل عليك، هيبقى خفيف معاكي جدا. هفضل بقى اعمل كل الطبقات بنفس الطريقة، احط طبقتين وادهن بين كل طبقتين بالسمنة. قصدي كل ورقتين مش كل طبقتين، كل ورقتين ادهنهم بالسمنة، يعني بين كل طبقة والتانية تدهني كويس. حطيت برضو ورقتين تانيين، وبدأت اللي انا ادهن تاني بالسمنة. هخلص انا بقى الكمية علشان ما اطولش عليكم. هنعمل احلى جلاش النهاردة، جلاش سادة وخفيف جدا، ولا تحتاري بقى هحشيه ايه ولا كده، لا، حتى لو ما عندكيش حشوة هتطلعي من ايدك احلى حاجة حلوة لولادك. تمام. بعد ما خلصت ودهنت برضو الطبقة الاخيرة، شايفين بقى علشان بتني الورق وبظبطه طلع متساوي معايا في الاخر. هجيب بقى السكينة وهبدأ اللي انا اقطعه لمربعات. انت ممكن تقطعيه لمربعات بس. تمام. بس انا هقطعه مربعات، وبعد كده هقسم كل مربع على 2 علشان في الاخر يدينا شكل المثلث او الحجاب زي ما بتسموه يعني.
تمام. فقطعت كله اهو. بتجيبي بقى كده من نص المربع بميل كده من نص، هيبقى معاكي المربع هيتقسم على 2، فهتطلع معاكي في الاخر كمية حلوة جدا. بمسك بقى كويس كده بايدي التانية علشان ما ورقة الجلاش ما تتحركش مني. شايفين بتتحرك عشان فيها سمنة، فبتلزق بقى في الايد كده فبتتحرك. فبالراحة وانت بتقطعيها علشان ما تتحركش منك وتفضل متساوية وشكلها حلو. تمام. هقطع بقى كل الكمية بنفس الطريقة. قطعت الصينية بتاعتي كلها. هبدأ بقى ايه اللي انا ارش عليها شوية سمنة كمان كده من فوق بالفرشة برضو كده وبنطر. والحروف اللي بتبقى في الجناب دي ادهنيها كويس علشان تاخد لون حلو معاكي. بس كده تمام. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة عالية. في الأول بشغل الفرن يسخن كويس، وبعدين بخلي الحرارة وسط أو على درجة حرارة 200 لحد ما بيستوي معايا وبياخد لون حلو. ما بشغلش الشواية خالص، بشغل من تحت بس. وبعد ما بياخد لون بطلعه وبحط عليه الشربات البارد اللي احنا عملناه وبسقيه كله بالشربات بالطريقة دي. شايفين لونه واخد لون تحفة، لونه حلو جدا. اهم حاجة يكون الشربات بارد او الجلاش هو اللي بارد، حاجة من الاتنين تكون باردة. بعد ما اسقي بقى الشربات كله هغطيه بقى ايه ربع ساعة علشان يشرب الشربات كويس ويطرى معاكي شوية. لو انت مش عايزاه طري وعايزاه ناشف خالص سيبيه زي ما هو كده مكشوف، هيبقى مقرمش وجميل. بس احنا بتاعنا هيبقى مقرمش وفي نفس الوقت طري، يعني من بره مقرمش ومن جوه طري وجميل. لو انتي بقى عايزاه كله مقرمش مش طري خالص سيبيه مكشوف ما تغطيهوش. تمام. فانا بعد ما عدى الربع ساعة هبدأ بقى امشي بالسكينة كده على القطع اللي انا كنت عاملاه علشان اللي انا اسلكه ويطلع معايا بكل سهولة. وهنشوفه بقى دلوقتي مع بعض. هنطلع حتة كده ونشوفها وهنشوفه هو مورق قد ايه. ما بياخدش وقت خالص في عمايله، من اسهل الوصفات اللي انت ممكن تعمليها، وهتعملي حاجة حلوة لولادك من غير تعب ولا مجهود. هطلع بقى كده قطعة معاكم وشوفوا الجمال بقى. شايفين واخد لون حلو جدا من تحت ومن فوق، وشايفين مورق ازاي ما شاء الله، ومستوي ومفيش حاجة فيه نية. تحفة بجد. الله. شايفين جميل جدا. الله طعمه تحفة بجد، يعني طعمه حكاية سادة ومن غير حشوة بس طعمه تحفة. زي ما قلنا مقرمش من بره وطري من جوه. هبدأ بقى اللي انا اشيله واحطه في طبق التقديم. زي ما انتم شايفين كده عمل لي كمية حلوة جدا. ولونه تحفة وطعمه وريحته في منتهى الجمال. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ بلفه لكم عشان تشوفوه بكل وضع او كل جنب. عايزاكم بقى تجربوا الجلاش ده النهارده، هيعجبكم جدا وهيعجب ولادكم. انا عن نفسي ولادي بيحبوه جدا وما بيحبوش اصلا اي حلويات فيها حشو، عايزين كل حاجة عندهم سادة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم واشوفكم على خير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.